تخيلوا معايا بسكوت هش ناعم جدا، في نفس الوقت ماسك نفسه محتفظ بالنقشة بتاعته. أيوة، أنا بتكلم النهاردة عن بسكوت النشادر الأصلي. بسكوتة بتدوب ذوبان، هشة خفيفة. وصفة النهاردة طلبتها واحدة من متابعيني الحلوين، فحبيت أشاركها معاكم. النهاردة هنعمل البسكوت بطريقة ناجحة بأنجح وبأظبط مقادير. ازاي تظبطوا العجينه، ازاي تتاكدوا من النشادر بتاعتكم. الفيديو ده يا جماعه كنز معلومات للي عايز يعمل بسكوت نشادر مظبوط، لا ينفخ معاكم زياده عن اللزوم ولا يبقى كمان مكتوم. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفوني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف بسكوت النشادر النهارده عملناه ازاي. بسم الله. اول حاجه، انا عندي كوبايه الا ربع من سمنه على زيت، نص كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت. وكمان عندي كوبايه الا ربع من السكر، يعني كوباية إلا ربع سمنة على زيت، كوباية إلا ربع من السكر. النهاردة أنا هعمل مقدار نص كيلو من الدقيق. هنضاعف المقادير، اللي حابب أضاعف له المقادير كيلو 2 3 يكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليه إن شاء الله. كمان عندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عندي نص كيلو من الدقيق يكون دي جميع الاستعمالات، وعندي ربع كوباية من اللبن، وممكن عصير برتقال، بس أهم حاجة تكون حاجة فيها حموضة، يعني لبن، عصير برتقال. وكمان عندي روح جوز الهند، وطبعا دي اختيارية، لو مش حابينها ما نحطهاش، عايزين روح البرتقال نحط روح برتقال. كمان عندي هنحط على الدقيق رشة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ما نزودش عن كده لأن فيه نشادر. بسكوت النهارده انا هعمله في الخلاط، مفيش اسهل من كده. هاخد ايه؟ هاخد السكر، هاخد السمنه والزيت، وهاخد البيض وروح جوز الهند والفانيليا، وهضربهم في الخلاط. السكر اللي عندي هنا سكر حبيبات، بس حبيباته ناعمه عشان يبقى سهل كده في الخلط ويدوب بسرعه في الخلاط. حطينا البيض والسكر والسمنه، وهنحط كمان معلقه روح جوز الهند، وكمان هنحط الفانيليا. ممكن نستعمل الفانيليا اللي هي بالبرتقال، اكيد كلنا عارفينها. هناخد كل الكلام ده في الخلاط ضرب متقطع، ضرب متقطع عشان مش عايزه الخلاط يسخن، انا مش عايزه البيض مع السكر يسخنوا، فضرب متقطع لمده دقيقتين لحد ما يبقوا بالشكل ده. هنحضر مع بعض خميره النشادر. خميره النشادر انا اخدت اللبن بتاعي دفيته، خليته زي رضعه البيبي كده دافي زي دمعه العين، وحطيته في كوبايه، وهيكون عندي نص معلقة كبيرة من النشادر، ما نزودش عن كده خالص. نص معلقة كبيرة من النشادر هنحطها على اللبن، هتلاقوا فوران. أول ما تلاقوا الفوران ده واللبن عندنا عمل فوم بالشكل ده، تعرفوا على طول إن النشادر بتاعتكم سليمة 100%. ممكن نحط النشادر عادية على طول لو انتي اختبرتيها قبل كده وعارفة إن النشادر بتاعتك مظبوطة ما تكونش قديمة. هاخد اللبن بالنشادر هنحطه على المكونات السائلة، وبسبب التفاعل ده لو حطيت ايدك على الكوباية من تحت هتلاقي فيه برودة واضحة. انا طبعا نقلت اللبن والنشادر في كوباية اكبر لان كانت هتفور. ونضرب كل الكلام ده في الخلاط تاني، وببصوا الفقاعات كده البداية مظبوطة. الفقاعات دي معناها ان النشادر مظبوطة وشغالة وفعالة. في الطبق اللي هعجن فيه البسكوت هحط دقيق واقلب كويس قوي، لان احنا لو فاكرين حاطين رشة الملح والبيكنج باودر، فانا هقلب المواد الجافة كويس قوي. بعد كده هنزل على الدقيق بالمواد السائلة تقليبة. هنقلب في الاول خالص بالسباتولا او بمعلقة لحد ذرات الدقيق ما تختلط بكل السوائل بالشكل ده. واول ما الدقيق يختفي تماما ممكن بقى ندخل بايدينا في العجينة. احنا مش بنعجن، احنا بنلم بس الدقيق مع السوائل. طبعا احنا عارفين ان البسكوتات او النواعم عموما ما بتحتاجش عجن بالمعنى الحرفي، احنا بس بنلم المكونات على بعضها، بندخل الدقيق في المواد السائلة سواء زبدة او بيض وسكر وسمنة. بنختبر العجينة بنشوفها طبعا إذا كانت بتلزق ولا لأ. طبعا اختبرتها، وأكيد بنختبرها بالإيد النظيفة. الإيد اللي بنعجن بيها بتبقى ملزقة، فلقيتها ملزقة ضفت لها معلقة واحدة بس من الدقيق. ممكن الدقيق بتاعك ما يحتاجش المعلقة دي، فهي حسب كمية السوائل وحسب كمان حجم البيضة. عجنتها عجنة بسيطة، وده قوام العجينة بيبقى بالشكل ده. بتبقى عجينة طرية وبتلزق شوية، لازم يكون فيها سن التلزيقة، مش بسكوتة ما بتلزقش، لا هي العجينة لازم تكون بتلزق معاكي شوية. بنغطي العجينة وبنشتغل فورا، يعني على ما نحضر مكنة البسكوت بتاعنا وبندهن السيجون بتاعتنا بتكون العجينة ريحت.
من الملاحظات المهمة اللي لازم تاخدوا بالكم منها إن لازم الصواني أو الصِّجان اللي هتسوّوا فيها لازم تكون مدهونة، لإن البسكوت ده ما فيهوش كمية دهون كبيرة، كمية الدهون فيه قليلة، فبالتالي ممكن يلزق معانا، فلازم ندهن الصينية زيت أو سمنة. بالنسبة للمكنة بتاعة البسكوت أنا المتوفرة عندي اللي هي الكهربا، بتبقى في ملحق كده مع العجانة. النهارده هاشتغل بالرسمة بتاعة النجمة، وهنبتدي إن إحنا نقطّع العجين. باخد العجين من المكنة وابرم البسكوتة كده أو بابرم العجينة بتبقى جهة عكس التانية، يعني لو بابرم من جهة الإيد التانية بتبرم العكس، علشان البسكوتة تطلع مبرومة معانا كده بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا في أول الفيديو واللي انتوا شايفينه معايا دلوقتي. وطبعا المقطع شارح نفسه. طبعا البسكوت مش بيبقى نفس الأطوال، مش بنقطعه كده من المكنة نفس الطول، مفيش أي مشكلة، احنا بنظبط بعد كده بمقطع بسكرابر بسكينة، المهم تبقى الأطوال كلها زي بعض، تبقى كل بسكوتة نفس طول أختها اللي جنبها. وما ننساش إن إحنا نقفل مكان ما قطعنا، لإن بتبقى البسكوتة كده مفتوحة. عملت لكم هنا close على المكنة وعلى إزاي إحنا بنبرم العجينة، باخد قطعة من العجين وبابرمها كده إيد عكس التانية علشان أوصل للشكل المبروم، البسكوتة المبرومة. باخد قطعة من العجين وابرمها بإيديا علشان تطلع معاكي الشكل ده. بالضبط كده. بالنسبة للتسوية، بناخد البسكوت بتسويه على طول، باكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 200. البسكوت ده أنا عايزاه يدخل الأول على درجة حرارة عالية علشان ما يفرش معايا، أنا محتاجاه ينفش بسرعة وياخد الvolume والحجم بتاعه بسرعة، فلمدة 5 دقايق على درجة حرارة 200 وبعد كده بانزّل درجة الحرارة ل170 أو 160 وباسيبه على درجة الحرارة دي حوالي 20 دقيقة. يعني 5 دقايق على درجة حرارة 200 و20 دقيقة على درجة حرارة 160. هو بياخد تسوية شوية علشان قلبه يقرمش ويستوي معاكم بطريقة مظبوطة. لو حابين تشغلوا الشواية علشان ياخد لون حلو وذهبي كده مفيش أي مشكلة، بس لو مخدش لون خالص بيطلع برضو مستوي وزي الفل ويطلع ناعم كمان. بصوا بسكوت النهاردة ناعمة، بصوا القطمة بتاعتها، اسمعوا صوت القطمة كده، ممتازة، خفيفة، هيرمي معاكم كمية. طبعًا دي مش كل النُص كيلو اللي طلع معايا قدّمته لكم، كان في صينية كبيرة تانية في الفرن، هش وبيدوب دوبان يا جماعة وطعمه رائع. بُصّوا في الشاي مش مستحمل. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، لو ليكم أي طلبات، أي وصفة اكتبوا لي في الكومنتات، عايزين مقدار كيلو، 2، 3 اكتبوا لي في الكومنتات وهارُد عليكم على طول إن شاء الله. أتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا كمان سبسكرايب أو اشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم أي فيديو جديد بنزله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد، كان معاكم شيماء ومع السلامة.